بالرغم من ان انا قلت على طريقه عمل الفرنساوي اكتر من مره، لكن هقولها لك تاني. خد مقدار السكر زي ما انت عايز بالظبط، عايز زياده عايز اي حاجه، وسيبك من موضوع السكر بيبوظ القهوه والكلام الفاضي ده شغل وسط البلد ناو وفكنا منه. خد معلقه بقى من البن البرازيلي. ليه بن برازيلي؟ لان احنا اساسا بنستعمله في القهوه الفرنساوي. القهوه الفرنساوي منتج مش قهوه بلبن بس. المهم هناخد اللبن لحد نص الكنكه وهنبدا نقلبهم كويس جدا جدا. وكمان مش هنكتفي باللبن بس، لان احنا عايزين نشيل جزعه اللبن. جزعه اللبن ممكن نحط ميه نشيلها بيها، بس انا بصراحه بفضل ان انا احط تلج اشيل بيه جزعه اللبن، علشان انا عايز ان جزيئات البن مع جزيئات اللبن تبدا تحصل بينهم حاله تشبع. فبالتالي انا عايز اخليهم يفضلوا اكتر مده ممكن تفضل على النار، يعني اعلى مده ممكن يفضلوا على النار الاثنين مع بعض عشان يحصل بينهم تشبع. بالتالي هنزلها على النار هاديه جدا جدا جدا. اول ما هتبدا تستوي كده ويبدا التلج يسيح، هبدا ان انا اطلعها كده اديلها تقليبه خفيفه وهرجعها تاني مكانها. وهتبدا اول ما تستوي بقى يا زميلي هبدا ان انا افرغها على مرتين. المره الاولى هنزل نص الكنكه، وبعدين هبدا اديلها رجه خفيفه، مش هنزلها على النار تاني، هي مش محتاجه النار تاني. هبدا اديلها رجه خفيفه كده وابدا انزلها. بصراحه طلعت كريمي جدا 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 جدا، وتقريبا بتدوب في البق زي ما انا قلت لك في اول الفيديو. المهم يا صاحبي، لو انت مش متابعني فانا على فود بقدم محتوى عن القهوه، ولو انت بتحب القهوه اكيد هتحتاجني.